بالجسد هب فتاك لب نداك في فمي وبدمي هواك ترى نور ونار. إخوتي هيا للعلا سعيا نشهد الدنيا أنه لا نحيا بشعار الله الوطن الملك. إنه الابتهاج بما تضمنه الخطاب الملكي السامي من قرارات تاريخية وتوجهات مصيرية عبر عنه المواطنون شيبا وشبابا وبكل تلقائية عندما نزلوا إلى الشوارع مستبشرين خيرا بمعالم المرحلة الجديدة التي دخلها المغرب. يمكن أن نقول بأننا في ثورة جديدة للملك والشعب. فالخطاب الملكي جاء بسائر وبجميع ما كنا نصبو إليه شيبا وشبابا. كنقولوا لصاحب الجلاله الملك محمد السادس بلي نحن جنود مجندين وراءه، نحن مع الديمقراطيه، نحن مع ثوره الملك والشعب. إنه وقع الخطاب الملكي السامي الذي يؤسس لإصلاح دستوري شامل الهدف منه تحديث وتأهيل هياكل الدولة، كما يرفع سقف الإصلاحات في اتجاه ترسيخ الديمقراطية. نثمن اللجنه ديال اعداد المشروع دستور جديد للبلاد، ونتمنوا ان هذه اللجنه انها تلتزم بالافق الزمني اللي تم تحديده في شهر يونيو من العام الجاري. كنا نطالب بالامس بدستورة الامازيغيه، والان جاء قرار دستورة الامازيغيه، اعتبرنا ذلك استجابه لمطلب المغاربه، فهذا التجاوب وهذا التفاعل أعتبره إيجابيا جدا. المبادرة الملكية السامية التي تمثلت